جزرية، كل ده متقطع جواها وتمام وبيمشي الحال برضه. يعني الأكلة دي ما شاء الله هتنفع معاكي أول يوم رمضان، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. أتمنى تعملوا لي الاشتراك والمتابعة في القناة حبايبي عشان قناتي تكبر بيكم، عشان برضو فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. عندي هنا اللي خلاص حطيت البطاية واسيبها تستوي كده خالص مع نفسها. وعندي هنا برضو الكرنب خلاص، انا في اواخر الكرنب، انا يعتبر سلقت 3/4 الكرنبة وخلصتها كمان. عندي هنا شوية مية في طبق غويط، شبت، كزبرة. ما بحطش بقدونس، ما بحطش بقدونس خالص، ما اعرفش ليه. يعني انا طول حياتي ما بحطش بقدونس في الكرنب ولا المحاشي خالص. انا ما بحطش غير الكزبره الخضراء والشبت، وحاجه كده تكون طازه زي ما انتم شايفينها لونها بسم الله ما شاء الله. عندي هنا خلاص يعتبر التسبيكه بتاعتي جاهزه. وهنا خلاص يعتبر خلاص خلصت الكرنب. عندي هنا طبعا ال- الخلطة بتاعتي، انا بكتر كزبرة. حط كزبرة على قد ما تقدر. يعني بصي، هي اهم حاجة في التتبيلة الكزبرة وشوية الثوم وربطة الشبت. وان شاء الله هنظبطها ملح ومرقة، وفي غنى عن المرقة الناس اللي ما بتحبهاش يعني.